يا مساء الحلويات على احلى اخوات، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. النهارده هنعمل مع بعض كيكه الرواني. كيكه حلوه جدا وخفيفه، حاجه ما بين الكيك والبسبوسه. ولكن خطيره جدا. من زمان امهاتنا كانت بتعملها لنا، وعلى قد ما نقدر هنحاول نعملها بطريقه اقتصاديه، لو ان مفيش ايه مفيش اي حاجه اقتصاديه دلوقتي. اول حاجه بقى هنعمل الشربات بتاعنا ده، عباره عن كوبايه سكر وكوبايه ميه، كوبايه وربع ميه كده يعني، او كوبايه واقل من الربع كمان. هو الشربات بتاعها بيبقى خفيف، زي البسبوسه كده بالظبط. بنحطه على النار، واول ما يغلي بنعصر نص ليمونه ونسيبها غلوتين 3 كده، وبنطفي على طول. هنا بقى هنشوف مكونات الكيك. احنا عندنا بيضتين بدرجة حرارة المطبخ، وظرف من الفانيليا، وهنا ده عصير ليمونة علشان زفارة البيض برضو، وبيفتح الليمون بيفتح لون الكيك. كوباية سكر وكوباية لبن او حليب و3/4 كوباية زيت. ديت المكونات السائلة اللي احنا هنضربها مع بعض في الخلاط. هنا بقى ايه، ضربناها في الخلاط بالشكل ده لغاية ما يبقى لونها ايه، كريمي. هنجيب بقى بولة، وانا صبيت الخليط هنا زي ما انتوا شايفينه كده، بقى لونه فاتح خالص. وبعدين ايه، هنحط بقى ايه المكونات بقى الجافة. هنحط كوباية دقيق السميد اللي هو دقيق البسبوسة، وهنحط كوباية دقيق من العادي. بنحط دقيق السميد زي دقيق البسبوسة، الاتنين نفس المقدار. وبعدين هنحط معلقة كبيرة بيكنج باودر ورشة ملح. رشة الملح ديت بتبقى حلوة اوي في الحلويات، بتعادل الطعم وبتظبط طعم الحاجة يعني اللي انت بتعمليها. وبعد كده هنقلبها بقى ايه بالمضرب العادي بقى. حاجة بقى كده مفيش اسهل من كده، في ثواني هتعمليها لولادك وطعمها حلو جدا، وسهلة وبسيطة يعني. هنا بقى ايه، ضربت انا بقى بالمضرب، بقلب بقى المكونات كويس. بعد كده بنكون انا محضره بقى صينيه، بنكون بقى دهنها ماده دهنيه، ندهنها سمنه او زيت زي ما يعجبك يعني، بس انا دهنتها زيت يعني. خلصنا بقى ايه تقليب، بحط بقى الخليط. طبعا احنا اول ما نبتدي نشتغل في الكيك بنولع الفرن عشان يبقى ايه الفرن سخن. بنحط الحاجه يعني، نحط صينيه الكيك في الفرن وهو سخن. هنا بقى انا فضيت الخليط في الصينيه المدهونه اللي انا دهنتها زيت، وبحطها بقى في الفرن في الرف اللي في النص. بولع الفرن من تحت بس. بعد ما بتستوي، لو عندك مروحة بتشغلي المروحة، لو ما عندكيش هتلاقيها بقى استوت وحمرت كده من الجناب. بتولعي لها الشواية كده ايه، مفيش يعني حاجة بسيطة. وخلي بالكوا عشان ممكن ايه، يعني ممكن الشواية بتحمر بسرعة لحسن تتحرق منكم. هنا بقى بعد ما بطلعها من الفرن بحط لها الشربات واصبر شوية على ما تشربه، وبرجع ايه احط تاني. مش نحطه كده مرة واحدة، لا بنحط شوية تشرب. بعد ما تشربه نحط ايه كمان مرة، يعني ما نحطش الشربات كله ايه مرة واحدة. وبعد كده ايه انا قطعتها، بس سيبوها تبرد شوية. احنا يعني ايه، انا قطعتها بسرعة يعني، لان هي وهي سخنة برضو ممكن تتهري، لان هي ايه هشة جدا. فايه اصبروا عليها شوية ايه لما تبرد. هنا بقى ايه انا قطعتها زي ما انتوا شايفين، إيه جميلة جدا. بصوا يعني لسه البخار طالع منها. بقى حلو قوي جنب الشاي بلبن، جنب القهوة بتبقى خطيرة يعني، وحاجة معمولة في البيت ونضيفة انت اللي عاملاها. وان شاء الله تعجبكم الطريقة. وما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك لو عجبكم الفيديو.